موجود في الأندية ما في شك أنه يحسب لوزارة الرياضة، وإصرارها على الانتخابات هو تحقيق الحوكمة بشكل أو بآخر. أولا لو نرجع لانتخابات 2019 نادي النصر، أجلت الانتخابات 3 مرات حتى يكون فيه بيئة انتخابية صالحة لأنها تقود النصر في المرحلة المستقبلية، واللي فاز فيها الدكتور صفوان السويكت. بعد ذلك أتت قرارات من الوزارة بحل مجلس إدارة نادي النصر بسبب مخالفات ترى وزارة الرياضة أنها ارتكبت في حق الأنظمة من خلال إدارة نادي النصر. طيب بعدين أنا عندي المشكلة الأساسية والخلاف واللي أتمنى أنه يتم تعديله في لائحة وزارة الرياضة أو لائحة الانتخابات في وزارة الرياضة. هي لائحة الأندية اسمها. هي لائحة الأندية. في الانتخابات تحديدا أنا كنادي كبير نصر هلال اتحاد أهلي، ليش أني أحط أو أضع مستقبلي وإمكانياتي وجماهيريتي واستثماراتي في أشخاص يدفع لي بس ما له علاقة بكرة القدم، يدفع عضوية 4000 ريال ويصير رئيس نادي كبير مثل النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الأهلي. هذا أنا أشوف أنه أحد أكبر المعضلات اللي موجودة في الأجواء الانتخابيات. ها؟ إذا ما صوت للجمعية العمومية ما يقدر. لا بس إنه أنا كشكل أنا ما أقبلها أو ما تقبلت. إنك خايف من أبو فهد يصير رئيس النصر. واجد اللي خايفين. لا أنا ما أتكلم عن الرؤساء اللي مسكوا في الانتخابات الماضية. أنا أقول أنه خطوة النصر اللي اتخذت هذا الموسم خطوة جميلة جدا، وهي رفع رسوم العضوية الذهبية إلى 400 ألف ريال، لأنها تمنع أعضاء أبو 20 و30 ألف منهم يشغلوني في تويتر. يجيك عضو مع تردي النتائج ياخذ هو دور البطوله، ومع انه ماخذ العضويه يطلع قرض عشان يطلع العضويه، ومع تردي النتائج وانا حريص على مصلحه النادي. اعطني واحد يدفع لي 400 الف من حر ماله مقتدر، هو اللي ياخذ رايه، وهو طيب. اللي ياخذ رايه في الجمعيه العموميه ويتحكم في القرار. اما واحد يجوا او مجموعه ناس يستغلون سقطات الفريق، طبعا النصر وغيره، يستغلون سقطات الفريق او تردي نتائجه وعلى حساب يكسبون جماهيريه، واني انا المنقذ الوحيد لهذا الفريق. لا، ما هو